لسه حالا وبشكل رسمي البرتغال عملوها تاني. ايه ده؟ هتصدقوا؟ البرتغال بتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة التانية في تاريخها، بس المرة دي الطعم مختلف. الطعم ده طعم الفوز على المنافس الأبدي، على الجار القديم. على مين؟ على أسبانيا. تخيلوا، نهائي ناري، نهائي ولا في الأحلام، والكاس في الآخر بيروح لخزينة الدون كريستيانو رفاقه. المباراة دي كانت حكاية لوحدها. بدأت وإسبانيا داخلة بكل قوتها، وقدروا يخطفوا هدف التقدم في وقت ما كناش متوقعينه. البرتغال رجعت بسرعة وعدلوا النتيجة، بس ده ما طولش. إسبانيا رجعت وسجلت التاني، وخلص الشوط الأول متقدمة علينا، وده كان بيدي إشارة إن المباراة ممكن تخلص بدري. بس إحنا بنتكلم عن البرتغال، وبنتكلم عن فريق فيه كريستيانو رونالدو. في الشوط الثاني وتوتر مالي الأجواء، الجمهور على أعصابه، وفي الدقيقة 61 رونالدو بيعملها، بيستغل عرضية متقنة وبيحولها بلمسة ساحرة في الشباك. هدف تعادل، هدف بيرجع الأمل، هدف بيحرك جبال. الهدف ده هو اللي ودانا للأشواط الإضافية، وبعدها لركلات الترجيح اللي كان قصة تانية خالص. هنا لازم نقف دقيقة عند الأسطورة كريستيانو رونالدو، كأنك بتصف إنجاز لا يصدق. هنا لازم نقف دقيقة عند الأسطورة كريستيانو رونالدو. مش بس سجل هدف التعادل، ده عمل إنجاز تاريخي، إنجاز محدش عمله قبله. بعمر 40 سنة بقى أكبر لاعب يسجل في نهائي بطولة دولية. تخيلوا الرقم ده، 40 سنة، ده رقم قياسي بيكسر بيه كل التوقعات، وبيرد بيه على كل المشككين. الراجل ده قدر يوصل للهدف ال138 ليه مع المنتخب، وده رقم بيقول إنه أسطورة حية. كل ما بنقول خلاص بيثبت إنه لسه عنده كتير يضيفه. الهدف ده ما كانش مجرد هدف، ده كان رد قاسي على كل اللي كانوا بيتكلموا عن مقارنات بينه وبين النجوم الشباب زي لامين يامال من إسبانيا. رونالدو أثبت إنه لسه في مكان تاني خالص، وإنه حتى وهو في ال40 قادر يفرض نفسه ويصنع الفارق في أكبر النهائيات. وكمان ثلاثي باريس سان جيرمان، جونكالو راموس وفيتينيا ونونو مينديش نفسهم، دول كملوا موسم تاريخي، حققوا 5 بطولات السنة دي، دوري ودوري أبطال وكأس ودوري ده بيوضح قوة الجيل ده في البرتغال. وما ننساش الأبطال التانيين، نونو مينديش المدافع الشمالي اللي عمل شغل خارق، سجل هدف وقدر يشل حركة النجم الشاب لامين يامال تماما في المباراة، وده بيدي رسالة قوية لأي حد هيلعبه بعد كده. وكمان ثلاثي باريس سان جيرمان، جونكالو راموس وفيتينيا ونونو مينديش نفسهم، دول كملوا موسم تاريخي، حققوا 5 بطولات السنة دي، دوري ودوري أبطال وكأس ودوري ده بيوضح قوة الجيل ده في البرتغال. في النهاية البرتغال بتحقق لقب غالي، ورونالدو بيحفر اسمه تاني وتالت في كتب التاريخ. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي بعد الإنجاز ده، هل البرتغال ممكن تكون المرشح الأول لبطولات أكبر جاية زي كأس العالم أو اليورو؟ وهل كريستيانو رونالدو لسه عنده القدرة يكمل المشوار ويفاجئنا بإنجازات جديدة في السنين اللي جاية؟ شاركنا رأيك وقول لنا إيه اللي لفت انتباهك في المباراة دي.